ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يعني اخيرا خلاص نزلنا ليفل 6. هو السين هنعمل السين البسيط ده، مش هنعمل تعقيد خالص فيه. ان شاء الله هنظبط شغلنا اكتر ونبني الاساس اللي يخلينا جاهزين للمرحله الجايه، لان المرحله الجايه هو فيها انيميشن، يعني الليفل اللي انتم مستنيينه. النهارده هنعمل حاجه جديده. هنعمل مثلا حاجه اسمها البيفل ويت. دي اللي هنشتغل بيها. دي برضو حاجه ما شرحتهاش قبل كده. وان شاء الله الليفل يبقى كويس وتنبسطوا بالشرح، ويلا نبدا. انا دلوقتي اول حاجه قبل ما احط الريفرنس المفروض ان انا بظبط اليونتس بتاعتي على حسب المشروع اللي انا اشتغل فيه. انا دلوقتي هعمل ازازه بيرفون. لو انا مثلا جينا بصينا على الريفرنس، هو الريفرنس ده اللي احنا هنشتغل عليه. فاحنا طبيعه الريفرنس اللي احنا هنشتغل عليه ده اللي هو ازازه ريحه، فالمفروض طوله ما بين 10 سنتي ل 15 سنتي بالكتير، ما ينفعش يبقى اكتر من كده ولا اقل من كده. فمن طبيعي لما اجي يعني يكون عندي ازازه الريحه 15 سنتي، ما ينفعش اخش اعملها انا اشتغل بالمتر ويبقى عندي ازازه ريحه 2 متر ولا حاجه وانا شغال عليها. فده مش هيظبط عندي. لما اجي اعمل اضاءه مش هيشتغل كويس، لما اجي اعمل ريندر هتلاقي ريندر شكله غريب، احط ماتيريال هتلاقيه مش مظبوط، موديفاير ممكن ما يظبطش معايا. فلازم تشتغل حاجه بطبيعتها. فاول حاجه المفروض اخش اظبطها ان انا ادخل على اليونتس هنا، واجي هنا مثلا اشوف المترك ده اخليه المفروض بالسنتي. لو جيت هنا خلينا سنتيمتر، لو جيت هنا اخليه مثلا جرامز. يبقى كده انا عندي جهاز عندي كده جاهز للشغل. لو جينا بصيت في جهاز الاكس وعشان اعمل شيفت ايه واعمل ايمج ريفرنس، تمام، اروح جاي ماسك الريفرنس بتاعي. طيب ايه تاني بعد كده؟ انا دلوقتي المفروض اظبط الريفرنس بالظبط، بس مش هظبطه دلوقتي غير لما انزل الكيوب بتاعي واشوف حجمه عامل ازاي. انا دلوقتي هشتغل على كيوب، لان لو واضح الريفرنس بتاعي، لو بصيت هنا ادي واحد اتنين تلاتة اربع اضلاع، وهنا يعني ده كيوب. فهعمل شيفت ايه، باجي انزل كيوب، بظبط الكيوب عندي. المفروض يبقى مقاسه يعني هو نازل اصلا 200 سنتي، انا مش عايز كده خالص. انا كل اللي انا عايزه يبقى مثلا ما بين 10 سنتي 15 سنتي، فانا اخليه 15 سنتي وارجع اظبطه واشوف اعمل فيه ايه. لو بصيت هتلاقي الكيوب نزل صغير خالص، فده يعني ده الحجم اللي احنا هنشتغل عليه. فممكن تمسك دلوقتي الريفرنس وتصغر خالص، وتعمل دوت في الكيبورد عشان تعمل تقرب شويه. نخش على الواير فريم عشان نشوف هنعمل ايه. ممكن نمسك الريفرنس دلوقتي ونطلعه فوق بالظبط كده. طبعا احنا فتحنا الاوباسيتي عشان نشوف الواي اكسس. ممكن تمسك دلوقتي الكيوب بتاعك وتطلعه فوق وتخش على الايديت مود، عشان احنا هنعمل سكيل ونكبر في يعني في الايديت مود وروتيشن في الايديت مود، عشان خاطر ما يحصلش نرجعش مثلا نضطر نعمل ابلاي سكيل. هنعمل دلوقتي اس واي عشان نجيبه على قد الريفرنس بالظبط. لما نيجي بنحرك الريفرنس، لان احنا عايزين الكيوب يفضل في نص الكرسي يعني. فنمسك الريفرنس دلوقتي ونوسطنه بالظبط، تمام. نقدر نمسك الكيوب بتاعنا ونبص في الاتجاه ده، هنلاقي طبعا الكيوب عامل كده. طبعا احنا محتاجين ان احنا نصغره في اتجاه الاكس. لو خدتوا بالكم وانا بكبر، عشان لما جيت عملت سكيل انا دخلت برضه في الايديت مود. ضروري تخلي بالكم من النقطه دي. تمام، انا دلوقتي كبرت الريفرنس وصغرته، يعني انا كده المفروض ظبطته تقريبا على المكان بالظبط. ممكن ارجع اصغر شويه، ولكن يعني مش هحتاج اعمل كده كتير. دلوقتي ممكن اعمل كليك يمين سيت اوريجين جيومتري، اعتقد كده تمام احنا جاهزين للشغل. عشان اعمل الفتحه اللي فوق دي واطلع فوق، بروح جاي مثلا ماسك الفيس اللي فوق ده وعامل انسنت، تمام. ضروري ابص هنا واعمل جيرولز دي، يعني الريل دي محتاج انها نعملها عشان بتظبط الزوايا. عشان اعمل سيركل، احنا طبعا عارفين اللوب تولز، انا قلت لكم قبل كده تشتغل ازاي وشرحتها في كذا ريل قبل كده، اللي هي كليك يمين اللوب تولز دي احنا يعني شرحتها كتير. ولكن سريعا ممكن نخش على ايديت بريفرنسز. ممكن طبعا عندي الحته تقيله خالص. انا جيت اكستنشن بتكتب هنا لوب تولز، انا ما اعرفش ليه تقيله عندي هنا. لو حد عنده علم ممكن يقول لي في الكومنتات ايه العيب دي. انا فجاه ظهر العيب عندي ومش عارف حله ايه. تلاقي هنا وتعمل هنا انستول، بعدين تنزل تحت تعمل سيف بريفرنسز، ماشي. خلاص دي اللوب تولز بكل اختصار. هنعمل هنا طيب يعني قبل ما نعمل فتحه احنا هنحتاج نعمل الجزء الداخلي بتاع العلبه. فاحنا هنبص في اتجاه الاكس. احنا كده كده داخلين على الواي فريم. لو انتوا عايزين تشوفوا الحاجات بطريقه تانية ممكن تفعل اكس راي من هنا. يعني لو دخلت هنا على ستوليد مود وعايز تفعل اكس راي، ممكن تفعل اكس راي هنا، هتشوف هنا شفافيه. فخلينا هنا نجرب يعني نشتغل هنا بالطريقه دي. دلوقتي ممكن نعمل اي تحت. طبعا احنا اصلا يعني بعيد قوي عن الريفرنس، احنا المفروض ده ينزل تحت. طيب عشان نعمل الدايره اللي فوق دي احنا المفروض نعمل هنا لوب كات، عشان هنعمل هنا الحته دي هنعملها سيركل.
ولكن طبعا احنا ما ظبطناهاش على الريفرنس بالظبط. احنا المفروض تبقى نعمل سكيل بالشكل دون عشان ده تبقى على قد الازاز بالظبط. بعدين هنعمل هنا لوب كات. ولكن قبل ما نعمل الجزء اللي جوه، يعني قبل ما نعمل الرقبه دي المفروض نعمل الجزء اللي جوه. ممكن نخش في اتجاه الاكس تاني، نخش على الواير فريم ونمسك الفيس ده والفيس ده، نخش على الاكس تاني ونكون رايحين عاملين اكسترود لتحت، نعمل اكسترود تاني ونعمل اسكيب، نعمل سكيل الاكسترود لحد هنا ونعمل سكيل لحد تحت. نعمل دلوقتي الشكل كده. طبعا احنا لو جينا بره خدنا هنا وعملنا سب ديفيجن هتلاقي المنظر ده معاك. تعالى بقى دلوقتي يعني نرجع كنترول زد، هنعمل كنترول زد. تعال بس نفتح الكيز هنا، ادي سكرين كيز. طب اي حاجه بشتغلها بتظهر هنا. هنعمل النهارده بيفل يعني جديد، يعني انا ما شرحتوش قبل كده في اي حلقه من الحلقات. البيفل اللي انا هعمله دلوقتي اللي هو الويت بيفل. الويت بيفل ده عباره عن ايه؟ ان انا عادي بخش اعمل مضفر عادي وبحط بيفل، تمام، وباجي هنا على الانجل بخليها بدل انجل بخليها ويت بيفل. الويت بيفل ده انا بقول له اعمل بيفل في الجزء اللي انا هحدده لك بس، ما ينفعش تعمل بيفل في اي جزء تاني. بمعنى ان انا دلوقتي لو دخلت على الايدجز، انا مثلا عايز اخش على الايدجز ده والايدجز دولي، الايدجز ده وده 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 وده، يعني دلوقتي حددت كل ايدج رئيسي. طبعا لو دخلت جوه هتلاقيه يعني عمل انا المفروض ما تعملش ده، ما علينا. انا هحاول اظبطها كلها. لو دخلت دلوقتي على كده هتلاقيها مفيش اي حاجه متعلمه غير شايف حاجه. طيب بعد ما حددت الايدجات اللي انا عايز اعملها، انا بقول له عايز اعمل بيفل في الايدجات اللي انا علمتها دي بس، مش عايز اكتر من كده. بعمل ان، وباجي هنا على ايتم، وباجي هنا على مين بيفل ويت لو انا عايز اعمل ايدج. لو عايز اعمل بيفل للفيرتيز بلاقيه هنا. فانا دلوقتي مثلا ممكن اضغط واحد، او ما اضغط واحد هتلاقي اتعمل بيفل هنا. بصغر من هنا مثلا هو 10 سم كتير فانا اخليه 1 سم بس، واقل من كده كمان 0.1 هيبقى معانا بالمنظر ده. طيب لو عايز الغيه في اي وقت بروح كده اعمل هنا بكل بساطه 0 وارجع تاني اعمل 1، فكده يعني بيفل اتعمل. تمام. دلوقتي لو انا عملت كنترول 2 سب ديفيجن هتلاقيه اتظبط معايا، مفيش اي مشاكل. دلوقتي هنخش على الواير فريم، نخش دلوقتي نمسك الجزء اللي تحت اللي احنا عملناه ونبدا نشتغل عليه تاني اللي هو ده. يعني لو انا مسكت الجزء ده كده، الجزء ده كده، الجزء ده كده، والجزء ده، والجزء ده، تعال نجرب نعمله بيفل. لو جيت هنا على ان خليته هنا مثلا 1، شوف هيتعمل ازاي. لو بصيت هتلاقيه يعني الى حد ما مظبوط. لو انا عملت مثلا هنا لو كات عشان اطلعه شويه، عشان لو خدت بالكم من الحته اللي فوق دي انا عايز اجيبها لحد فوق بالظبط. تمام. مبدئيا هنخليه كده ونشوف لو عاوزنا نظبطه تاني هنظبطه. تعالى برضو نخش على السوليد مود تاني. طيب انا دلوقتي هعمل لوب كات هنا، ونيجي على الفتحه دي ونعمل كده اهو. دلوقتي هنعمل لوب تولز ونعمل سيركل او نعمل كده، هتلاقيها بالمنظر ده معايا. هعمل لوب كات دلوقتي، المفروض اخليه هنا ايه ايفن عشان يبقى زيه. لو مسكت الفيزز دي كده ورحت جاي اعمل اكسترود لفوق عشان يبقى ده رقبة الازازة، ولكن لو خدت بالي هتلاقي برضو الايدجز دي عاملة مشكلة فانا هشيلها. 1 2 3 4 5 6 7 8. نعمل دلوقتي ان 0. نخليه 0. الحاجة الكويسة في البيفل ده ان انت بتلغيه في اي وقت انت عايزه، هتلاقيه يعني تقدر تلغيه مش هيعمل لك مشاكل. يعني انا اهو يعني في اي وقت اقدر اتحكم فيه. التانية ادي هنا دلوقتي ايه 0. برضو في حاجة عايز اقولها لكم لكن هتيجي وقتها. ادي دلوقتي لو دخلنا في الاكس اكسس نيجي بصينا الرقبة بتاعتنا. دلوقتي انا عايز اعمل الرقبة. لو انا عملت دلوقتي كده اهو، بس قبل ما اعمل الرقبة المفروض دلوقتي اخد جي وزد فوق، اتجاه زد، واعمل سكيل على قد الرقبة بالظبط، وجي تاني واروح جاي عامل اكسترود وباصص كده اهو.
طبعا هنطلع الرقبه فوق، ولكن احنا محتاجين نصغرها شويه كمان، معلش يعني لو نسكيل دلوقتي لان الغطا هيبقى يعني اكبر من كده. نعمل دلوقتي اكسترود لفوق، نخلي مثلا الرقبه لحد هنا. تمام. لو بصينا في السوليد مود هتلاقيه معانا بالمنظر ده. ممكن دلوقتي لو عملنا سبورت ايدج هنا اهو، سبورت ايدج هنا اهو، تلاقيها اتظبطت معانا. طيب اعمل دلوقتي شيل سموث. تمام تمام، اعتقد كده مظبوط مظبوط. طيب دلوقتي المفروض الجزء ده المفروض نظبطه. المفروض نعمل هنا وهنا بيفل. لو عملنا دلوقتي ان وعملنا الويت بيفل 1 هتلاقيه معاك كويس مظبوط. ممكن دلوقتي عشان نتأكد ان النورمال مظبوط او في مشكلة ممكن نروح نفتح الفيس اورينتيشن، هتلاقيه النورمال مظبوط مفيش اي مشاكل، وده اللي احنا عايزينه. نرجع نبص تاني في اتجاه الاكس، نيجي نعمل الغطا ده. الغطا ده هتعمل ازاي؟ بالسفير ولا سلندر؟ ممكن نعمل سفير، نرجع ناخد نظبطه بيها. نعمل دلوقتي شيفت ايه، ادي سفير. الحجم بتاعها ممكن نخليه 10 سنتي. تمام. نيجي هنا مثلا نكبر فوق، نطلع 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 ونصغر ونسحب تحت، نخش في لو عملنا كده اعتقد كده مظبوط. لكن بقى شفت الايدج ده هننزل نسويه تحت بالحته اللي تحت دي. تمام. ونصغر وننزل بالايدج تاني تحت ونصغر. تمام انا كده مظبوط. لو انا جيت دخلت هنا على الفيرتسيز ورحت جاي معلم على الجزء ده، رحت جاي اعمل اكس فيزز، وجينا فوق برضو هنا وعامل محدد كده وعملت اكس فيسز. خلاص انا كده ده اللي انا عايزه. ممكن امسك ده كده واعمل اكسترود لتحت اتجاه الزد، وانا كده عملت الجزء بتاعه. ولكن لو خدت بالك اللي هو محتاج يصغر شويه، يعني عادي يعني، نيجي على نفسنا ونصغر شويه مش مشكله. هنخالف الريفرنس عشان نظبط على قد الليزه بتاعتنا. تمام. احنا كده يعتبر يعني ايه مظبوط. ممكن دلوقتي انا شايف اللي هي يعني الحته دي مش مظبوطه قوي. لو انا جيت هنا ومسكت الجزئيه دي، لو انا اخش كده اهو، مسكت الجزئيه دي كده وعملت سكيل شويه، وفوق هنا عملت سكيل شويه. تمام. ورحت جاي عامل كده اهو، عامل سكيل في اتجاه الزد وطلعت شويه، فكده اعتبر اتظبطت معايا. اقدر دلوقتي امسك الايدج ده واعمل فيل، اعمل انسنت واروح داخل على مود وامسك دولي الاجزاء دي، اعمل لها بيفل عادي. اعمل كده اهو والبيفل طبعا مش هتطبق لان احنا اصلا مش عاملين بيفل هنا. فانا هاجي هنا واعمل هنا واعمل لينك موديفاير، نعمل كوبي موديفاير، هتلاقي يعمل الموديفاير اللي احنا عايزين نعمل هنا اعمل هنا. طيب شيل سموث. كده الغطاء اتظبط خلاص تمام، والازازه مظبوطه، ولكن يعني الازازه محتاجه يعني انت تعمل لها سبورت ايدج هنا شويه. لو انا عملت سبورت ايدج دلوقتي وطلعت كده دلوقتي لان انا مش عايز الحاجه حاده قوي، ادي هنا سبورت ايدج. تمام. الجزء اللي تحت دون انا ممكن اخش عليه تاني وامسك هنا واعمل مسك انسنت. تمام. مش عايز العب فيه اكتر من كده. هو عندي هنا شرب مش في مشكله، لكن انا برضو يعني البيفل انا محتاج اعدل فيه، مش عاجبني كده. طيب انا ممكن اخلي البيفل السيجمنتس هنا اخليه مثلا 3 او 4 كمان. تمام. يعني هو كويس هنا، لو لقيته هتلاقيه كويس ماشي مظبوط. تمام. احنا كده يعتبر عملنا الموديل بتاعنا. خدت بالك ان هتلاقي هنا هنا الاتش ده اصلا مكانه مش هنا. ده هنعمل مثلا ايه، ممكن نخليه هنا 0. بعدين نشوف هنعمل فيه ايه تاني. الاتش ده هو المفروض يتعمل له ويت، ده هيبقى 1. تمام. دلوقتي هنعمل المسميات بتاعنا، هنمسك دي هنسميها مثلا نخليها كاب، حشوي بس كاب. ونخلي دي مثلا بوتل بوتل. طيب احنا بس عشان نعمل تفاصيل شوية ممكن مثلا نعمل هنا اتش نلغيها نقفلها، ونيجي هنا مثلا انا حاسس ان احنا محتاجين نعمل فيها حاجة. ممكن مثلا نزود 2 هنا، شوية لوكاتس هنا 3. طبعا احنا ممكن نعملها بشكل حلزوني ولكن هي مش هتبان، فاحنا هنعملها يعني بأي طريقة، مش لازم بس عشان يعني
نراعي بس ضميرنا واحنا شغالين، قال يعني احنا ضميرنا صاحي يعني. ما علينا. هو كده يعني انا شايفها شكلها كويس. لو جيت هنا فتحت البوتل هنا اصلا مش هتبان، يعني مش هتبان. دلوقتي البوتل دي احنا محتاجين نعملها سوليديفاي. لو جينا مثلا هنا عملنا اد سوليديفاي ويظهر هتبقى برضه كبيرة. لا كبيرة قوي. تعالى كده نعمل سلاش، نيجي نشوف هنعمل فيها ايه. ممكن نخلي هنا مثلا 0 1. ماشي خليه كده، يعني كده كويس. لو عملت ابلاي اصلا هتلاقيه بقى رفيع شوية. هنظبطه، ولكن خلاص يعني انا كده مبسوط بالنتيجة دي. ماشي احنا كده يعتبر خلصنا الموديل بتاعنا. لو جينا بصينا احنا محتاجين نشوف الجزء اللي جوه ده هنعمل فيه ايه، هنظبطه ازاي. لو جينا دخلنا كده اهو، احنا المفروض اصلا نلغي البيفل من جوه هنا. البيفل ده مش هيبقى مظبوط لان هو يعني شارب قوي، والحته اللي جوه دي المفروض تبقى مش شارب. يعني انا همسك الجزء ده والجزء ده والجزء ده والجزء ده والجزء ده. ممكن نضغط ان ونعمل هنا 0. هنشوف فاضل الجزء ما اتعملش. ممكن نعلم كده اهو، نعمل هنا 0. هتلاقيه بقى معاك بالمنظر دون. انا نشوف اهو ماشي على كده وكده وكده. ممكن نمسك الاجزاء دي كده ونعمل هنا 0. نيجي نشوف الادجز هنا في سبورت ايدج هنا. ماشي انا لو عملنا سبورت ايدج كده اهو، تعالى بس نبص في اتجاه الزد. هو شفت الحته دي، هي الحته دي اللي احنا اصلا ايه المفروض نظبط عليها شغلنا. ممكن نكبر كده، يعني انا لو كبرت كده خلاص انا يعتبر خلصت الحته بتاعت المنحنى بتاعي. هو كده اتظبط. لو بصيت ده المنحنى، ماليش دعوه بالحته الحته الشرب دي، لا هو ده المنحنى اللي انا محتاجه. خلاص انا كده ظبطت الحته بتاعتي. الموديل بتاعي من تحت مظبوط، من جناب مظبوط، من فوق مظبوط، الغطا مظبوط. فكده خلصنا الموديل. طبعا احنا شغالين ده كله من غير ما نعمل كنترول اس وسيف، يعني ممكن يبقى فيه مشاكل يا جماعة، خلي بالكم من النقطة دي.